كما نشكر ممثلي الديانات الأخرى الذين حضروا في هذا الحوار. وفي المجال الثقافي هناك أيضا إعلانات هامة. أهم ما طبع هذه الزيارة هي الثقة. مرة أخرى فرنسا تثق بالمغرب والمغرب يثق فرنسا، وهناك إشارات عديدة تدل على ذلك كالتعليم الفرنسي بالمغرب. الثقة يترجمها أيضا الحضور الكثيف للمقاولات الفرنسية، والثقة تبرز أيضا عبر حضور وازن للجالية الفرنسية والتي تقدر ب80 ألف يعيشون في أمان، وبالتالي فإن المغاربة الذين يعيشون في فرنسا يتمتعون بنفس الظروف، وهو موضوع تحدثت فيه مع صاحب الجلالة. وفي نهاية هذه الزيارة أسجل الفخر الذي يمكن أن يحسه المغاربة حيال إنجازات كبرى من قبيل التي زرناها، وهي برهان على أن بلدا كالمغرب هو في طريق التنمية والتطور ويشكل نموذجا. سأستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال المؤتمر الدولي للمناخ الذي سينعقد في باريس، وبعد اتفاق باريس سيتم نقل مسؤولية استقبال المؤتمر الدولي للمناخ إلى المغرب تحديدا بمراكش. وردا على سؤال حول توشيح السيد عبد اللطيف حموشي، أكد الرئيس الفرنسي أن هناك تعاونا مكثفا بين المصالح الأمنية المغربية والفرنسية لضمان الأمن المغاربة كما الفرنسيين، وبفضل هذا التعاون أمكننا التحرك بشكل استباقي حيال التهديدات في أوروبا وبلجيكا التي عرفت في الآونة الأخيرة ضربة إرهابية. وبعد أن وشح السيد عبد اللطيف الحموشي بوسام فارس جوقة الشرف في 2011، أعلن وزير الداخلية الفرنسي في فبراير الماضي أنه ستتم ترقيته إلى درجة ضابط، وسيتم تسليمه الوسام في الوقت المناسب الذي سيتم تحديده مع السيد الحموشي. التوشيح إذن تم إعلانه في وقت سابق وسيتم تسليمه. وحول مسألة الابتزاز الذي تعرض له المغرب من قبل صحفيين فرنسيين، أكد الرئيس الفرنسي أنه قبل هذه الزيارة وأيضا خلالها إن القوانين التي تسري في فرنسا متعلقة باستقلالية الصحافة ليست بمعزل عن الشطط إذا ما تبت، ويجب ترك المجال للعدالة لتقوم بعملها. وردا على سؤال حول السياسة الفرنسية الخاصة بالعالم العربي، قال الرئيس الفرنسي إن علاقات فرنسا مع العالم العربي تعود إلى زمن بعيد، وعلى ضوء الوضع الذي تعيشه بعض هذه الدول فإن فرنسا عملت على توطيد هذه العلاقات. فمثلا الوضع بسوريا يتطلب عملا مشتركا، وأيضا في العراق، حيث نحرص على أن تجمع الحكومة كافة الأطياف وتستعيد أراضيها الواقعة تحت سيطرة داعش. إن لدينا انشغالات مشتركة بخصوص ما يجري بباحة المسجد الأقصى، ولدينا نفس الإرادة في استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولدينا أيضا علاقات اقتصادية متينة، والمغرب اليوم يشكل نموذجا فمن خلاله يتم التعاون مع دول عربية أخرى، وبالتالي يمكننا تجميع جهودنا أيضا مع دول الخليج. فبلد مثل المغرب وفرنسا بإمكانهما فتح استثمارات أهم. في الأسبوع القادم هناك اجتماع استثنائي بالمجلس الأوروبي حول مسألة الهجرة. ما هي أهداف فرنسا فيما يخص هذه الأزمة؟ أجاب الرئيس الفرنسي: انتظاراتنا من اجتماع مجلس وزراء الداخلية الأوروبي يوم الثلاثاء يجب إمداد مراكز تسجيل اللاجئين بالإمكانيات اللازمة، فالأمر لا يتعلق بالتسجيل وإنما بالاستقبال وفق قواعد شنغن، ويجب التمييز بين اللاجئين الذين يطلبون حق اللجوء، وهذا يتطلب إمكانيات كبيرة في حال عدم توفرها لا وجود لاحترام الكرامة المرجوة من أوروبا لاستقبال هؤلاء اللاجئين. وبالنسبة لفرنسا فإن احترام الحدود أولوية، وأيضا تطبيق قواعد شنغن وحقوق اللاجئين. الهدف التالي لفرنسا هو مساعدة الدول التي تستقبل اللاجئين، ولا يمكنها استقبال المزيد.
لا بد من توفير مزيد من الإمكانيات للمفوضية العليا للاجئين والمساعدة المباشرة لهذه الدول: الأردن، لبنان، تركيا. كما تطرق السيد هولاند إلى الانتخابات في اليونان، حيث هنأ أليكسيس سيبراس على الفوز الذي تمكن أن يوسع هامشه إلى الأغلبية المطلقة في البرلمان، ما يعني استقرارا لليونان وخروجا من الأزمة، مضيفا أنه سيزور